والأخوات يا أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج، رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بتحية الثورة والجمهورية والوحدة، وأهنئكم في هذا اليوم المجيد بالذكرى 63 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة، التي فجر شرارتها كوكبة من المناضلين الآباء الثوار الأحرار الذين تقدموا الصفوف وأشعلوها باسم الشعب ثورة عاتية ضد الاستبداد والطغيان والظلم، واقتلعوا من خلالها أعتى نظام إمامي كهنوتي متخلف جثم على سطور شعبنا لعقود من الزمن. نال خلالها شعبنا شتى صنوف الفقر والجهل والتخلف، ومورست بحقه أبشع ممارسات الظلم والقهر والطغيان. وفي ظل انتصار الثورة الخالدة انطلق مسار الشعب نحو حياة جديدة وعهد جديد لتحقيق تطلعاته في التحرر والبناء والنهوض، وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتمكن من استعادة دوره ومكانته والسعي لترجمة أهدافه في حياة أفضل ومستقبل مزدهر لأجياله. وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية نتذكر بإجلال وتقدير تضحيات الشهداء الأبرار والمناضلين الأوفياء، وفي مقدمتهم الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح، ورفيق دربه الشهيد عارف عوض الزوكا، وكل رفاقهم من شهداء ثورة 2 ديسمبر، والتي هي بمبادئها وشهدائها الأبرار امتداد تاريخي للثورة اليمنية، بمبادئها وشهدائها الذين قدموا دماءهم ونضالهم من أجل أن تنتصر راية الثورة والجمهورية، وأن يتبوأ وطننا مكانته المرموقة بين الأمم. فلهم جميعا الرحمة والمجد والخلود، ولن ينساهم شعبنا أبدا. وسنواصل السير على نفس الدرب الذي ساروا عليه، وعلى ذات المبادئ التي انتصروا لها ودافعوا عنها وضحوا في سبيلها. الأخوة والأخوات، يأتي احتفالنا هذا العام بثورتنا المباركة 26 من سبتمبر و14 من أكتوبر مقترنا بتحديات كبيرة يعيشها شعبنا بعد أن تمكنت وفي غفلة من الزمن، ونتيجة للصراعات التي عاشها الوطن بين قواه السياسية والوطنية، تلك الميليشيات الكهنوتية الحوثية من أحفاد الإمامة وبقاياها من اختطاف جزء من الوطن، وحيث تجثم على سطور أبناء شعبنا هناك لتمارس بحقه ذات الممارسات القمعية العدوانية السلالية، وترتكب ضده أبشع أنواع الممارسات العنصرية والجرائم اللا إنسانية من قتل وتفجير للمنازل واعتقالات وتعذيب وتفقير وتخلف، والتي لم ينجو